لو انت عايز مايك يسجل صوتك وبجودة حلوة ومش بسعر كبير قوي فالفيديو ده ليك. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هقول لكم عن ايه هو المايك البويا BY-M1. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت مش عامل لي فولو على الانستجرام ما تنساش تعمل لي فولو. ويلا نبدا. اول حاجه هنتكلم عنها وهي ايه هي مميزات المايك البويا BY-M1. اول ميزه ان المايك ده الصراحه صوته حلو جدا، وصوته بالنسبه لي مناسب جدا ونقي. فلو انت عايز مايك يكون امكانياته متوسطه مش قوي جدا وبيلقط صوتك انت بس، فالمايك ده هيكون مناسب جدا ليك. انما بقى لو انت عايز مايك احترافي وما يلقطش غير صوتك انت لو في ايه حواليك، فممكن انت تدور على مايكات تانية ممكن هي تناسبك. تاني ميزه وهي ان المايك ده طويل جدا، يعني طوله بالظبط 6 متر، وده هتلاقيه مكتوب عندك على العلبه، وهيفيدك جدا لو انت بتصور بره استوديو معين او حتى بره بيتك. يعني انت لو بتصور في الشارع والكاميرا او الموبايل اللي انت بتصور بيه بعيد عنك، ممكن ان هو المايك يلقط صوتك ويكون برضو بنفس جوده الصوت زي ما انا دلوقتي قاعد والمايك قدام الموبايل على طول، يعني ممكن ان هو يلقط صوتك على مسافه كبيره جدا. تالت ميزه وهي ان المايك ده سعره مش كبير قوي، يعني سعره تقريبا 300 وشويه وقت تصوير الفيديو ده، والسعر ده قليل بالنسبه للمايكات الاحترافيه اللي زي ده. ودلوقتي هعرفك ازاي تعرف ان المايك بتاعك اصلي ولا لا. اول حاجه بيكون في هنا ستيكر على الQR كود ده، فانت هتعمل سكان للQR كود ده بعد ما انت تشيل الستيكر. فهتشيل الستيكر وهتعمل سكان للQR كود ده، لكن مش هتعمل سكان للQR كود بالموبايل للكاميرا بتاعت موبايلك عادي، لا، انت هتخش على الويب سايت اللي انت هتلاقي لينكو تحت في الديسكريبشن بوكس، وبعديها هتعمل سكان للQR كود، ولو ظهرت لك علامه صح فالمايك بتاعك اصلي، ولو ظهرت لك علامه غلط فللاسف المايك بتاعك تقليد. ولو انت عايز تعرف ازاي انك تعمل سكان لQR كود او تتأكد ان المايك بتاعك فعلا اصلي، فاول حاجة هتدخل على اللينك اللي هسيبهولك تحت في الديسكريبشن بوكس وهتضغط عليه. بعد ما تضغط عليه هيدخلك على الهوم بيج بتاعت الويب سايت بتاع بويا. عشان بقى تتأكد ان المايك بتاعك اصلي ولا لأ، هتدوس على سبورت وبعديها هتدوس على security number وهتكتب الرقم اللي تحت الQR كود، او زي ما قلت لك لو انت على الموبايل ممكن ان انت تعمل سكان للQR كود اللي على علبة المايك. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.